الضيوة وظلمة الدار، يما اليتيم نار بنار يلزيكي 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 جيب هذا الولد. يلزيكي شقد بكي انا شقد عيني يما وينك الحجرة ظلمة الدنيا ظلمة خلاف عينك كنت بوضعه كنت شمعة يعجبينك فجأة ريحتي فجأة غيبتي بهم حنينك عدنا بعد غير النوح بهذا العمر ومنى تروح يلزيكي علي. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. علي اوقف قبل لا تروح. احب اسالك سؤال، شنو اكثر شيء هسه انت تحبه وتتمناه يصير عندك؟ شيء ثمين انت تحبه وتتمنى ان يصير عندك؟ خدمة الحسين. سلام الله عليه. زين، هذه من الاشياء الروحانيه. اريد شيء مادي، لازم تحب فد شيء مادي، سيارة، بيت، ساعة، موبايل، ملابس، شنو تحب من هذني الأشياء؟ شيء مادي. سؤال، ها شنو تحب؟ هسه أنت لابس ساعة حلوة، ما تتمنى تلبس فد ساعة غالية؟ تتمنى، صحيح؟ اي صحيح. وتحرص عليها. إذا واحد هسه ينطيك ساعة غالية، نفرض ساعة سعرها مثل ساعتي، سعرها 10,000. اي نعم. وهم بالدال تبدي بالوراها الداء 10,000، مالك شغل ايش قد ايش كم 10,000؟ ها؟ ايش قد راح تحافظ عليها؟ هواي اكيد. هواي، صحيح؟ صوتك اللي الله تبارك وتعالى انطاك اياه اغلى من اي ساعة بالعالم، واغلى من اي سيارة بالعالم، واغلى من اي بيت بالعالم. شايف؟ فاريدك تحافظ على هذا صوتك، لأن هذا الصوت مو ملكك، وأنت موهبة إلهية متكاملة 100%. الخطاب والنداء موجه إليك أولا، وثانيا علما إلى أهلك، أمك، أبوك، أعمامك، خوالك. صوتك تحافظ عليه. المي البارد لا، الفلفل الحار لا، الطرش البهارات لا، البيبسي لا، وقبال الهواء تصير البارد لا. عرفت؟ من تقرب مجلس داخل مكان تطلع تتلثم حتى لو بالصيف. عرفت؟ هذا اثنين. القراءة الزايدة، شوف انت هسه ان شاء الله راح يسمعوك من خلال هذا المجلس. انا سيدنا ابونا من رخصتك ابو سيدك وجبهتك، ملا علي وملا محمد اقبل اياديكم. انت راح يستغلونك كثير الحمد لله، لان انت طاقة وحلو والناس كلها راح تحبك. ها؟ راح يدعوك، مرة يدعوك بمجالس، يردوك يومية ب10 مجالس، انت مو مجبر كلها تقبل بيها، ولا مجبر كلها تقرا بيها. ها؟ راح يلاقوك بالسيارة تعال اقرانا، يلاقوك بالبيت تعال اقرانا، يلاقوك بقعدات تعال اقرانا. دير بالك، هذا صوتك مثل واحد عنده شيشة عسل يوميا ياخذ منها خاشوقة، إلها فترة وتخلص لو لا؟ صحيح. الصوت نفس الشيء، هذا اللي تقراه واللي تحكي احس بده ينزل من مستوى صوتك وليدي، خاصة وانت بهذا العمر وراح تمر عليك مرحلة المراهقة اللي لازم انت شنو ايش قد ما تقدر تقلل بيها القراءة. هاي مرحلة تغيير الصوت وليدي حبيبي،
انا تعمدت قلت حتى لو اخذ وقت، حتى لو يزعلون علي اساتذتي الحكام والمخرج، بس يقصدكم هاي يقصدكم. امانه امام الله تبارك انتم هم وتعالى. مشمولين بالكلام مال الشيخ. طبعا وليداتي هم، وليداتي هم. انت هسه ايش قد عمرك؟ أنا ايه 12 سنة. شوف انت هسه من تحكي 12 سنه، يعني صوتك تعبان، جاي تضغط على نفسك حتى تقرا حلو. احنا نريدك لا، من تحكي يكون صوتك طبيعي، ومن تقرا صوتك لا تتعب نفسك حتى بالكلام. ابني وليدي علاوي حبيبي، انت والشباب، وانت على الاخص، وانا ما اتكلم بالعاطفه، اتكلم عاطفه وعقل، فلا حد يزعل علي. انت على الخصوص، الوليدات حلوين، وليداتنا الشاركه وحلوين، لكن انت انا اشوفك اعلى منهم كلهم. الله منطيك هذه الموهبه، زين ابني؟ فشنو اوصيك؟ اريد اقول لك ترى عندنا شباب قبلك شاركوا بالموسم الاول الثاني الثالث الرابع، وحلوين اصواتهم، وضبطت عليهم الناس وشاركوا بالمجالس، وبعدين صارت اصواتهم تتعب وهم لا زالوا في مقتبل العمر. فوليدي اقرا بتوازن وتوسط، لا تضغط على نفسك بالمجالس، لا تاخذك الحميه وتاخذك العبره وتقرا باصوات عاليه. زين ابني؟ وانت هذه الموهبه اللي الله منطيك اياها دره ثمينه، لو بحثت عنها في كل ارجاء الارض لن تجدها الا عندك، لان الله ينطي لكل واحد صوت مخصوص به.